حجر من 9 أو 10 أوجه. لا تعلموا أبناء السفلة العلم. يعني ما نعلمش ايه؟ ما هو ابن الرقاصة ما دخلوش كلية الشرطة، ما دخلش ابن الرقاصة كلية الفنية العسكرية، ما دخلش ابن الطبال ولا ابن الأمارتي كلية الشريعة. ويبقى الفيصل بس المجموع البدعة اللي عملها جمال عبد الناصر. وده احنا بنتجرع مراراتها دلوقتي، اللي عايزين يروحوا التعليم العالي ولا بيدوروا دلوقتي على اللي ذات المصاريف. اذا ابناء السفله يعني ما يتعلموش؟ لا، ما انا ما اروحش لابن الرقاصه في بلد الرقاصه واعمل له معهد في بلده لتعليم القران وتحفيظ القران. لا، لابد من الهجره، ينتقل ويقيم بعيدا عن البيئه اللي نشأت فيها بتاعه الأصنية. فاذا اردنا ان نهلك قريه، أي إذا تعلقت كما قلت لكم، إذا دنا وقت تعلق يعني وقت التنفيذ، يبقى في أمر صدر كقضاء في وقت للتنفيذ. إذا جه وقت التنفيذ بقى المتصدرون بيكونوا مين؟ هؤلاء المترفون. ما دام التانيين ساكتين زي ما قالت سيدة عائشة للرسول عليه السلام: أنا أهلك وفينا الصالحون. قال لها إيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كثر الخبث. طب ذنب هؤلاء القلة المؤمنة؟ قال: يبعثون على نياتهم. إنما القوانين العامة لابد أن تحكم. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللي بيلفت النظر في هذه الصورة، وكان ينبغي أن نقف عنده طويلا، الصورة الوحيدة في القرآن، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها القرآن 11 مرة في صورة واحدة. زي كده ما تقول صورة، ما تيجي دي الأسئلة بقى، الصورة اللي ذكر فيها الرحمن 14 مرة، أكثر من 10 مرات يعني. لا، هي الرحمن علم القرآن في سورة مريم 14 مرة. لا، أحكام من باب الرحمة جل، حتى وإن بدا فيها ضعف الأنثى ستنا مريم اللي في حملته، لأن ربنا تقبل دعوة أمها: أني نظرت لك ما فتقبلها بقبول حسن واصطفاها على نساء العالمين. ومن الاصطفاء هذا التكليف وهزي إلى آخره. فسورة مريم ذكر فيها الرحمن، ذكر فيها القرآن الرحمن 14 مرة. سورة الإسراء ذكر فيها القرآن 11 مرة. ونسمعها كده على الترتيب. أول حاجة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقوى من ماذا؟ أقوى من الكتاب الذي كانت شرائعه محدودة وكان المكلفون محدودين. الكتاب اللي هو قضى الله رب العالمين فيها وأعلن وحذر بني إسرائيل: قضينا لتفسدن في الأرض مرتين وقد كان، وأنا ممن يميل إلى أن الإفسادتين وقعتا، لأن هذا القرآن ما يتقالش إلا لنا. مش هيروح لليهود ويقول لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ده بيقول لنا الكتاب أنا أعذرت إليهم وحذرت، ومع هذا وقعوا فيما حذرتهم منه. وأحذركم أن يطول بكم الأمد فتفعلوا مثل ما فعلوا فيحق عليكم غضبي ويحل عليكم غضبي كما حل عليهم. فالقرآن ومكان وشرف القرآن والتنويه بشرف القرآن لم يجتمع في سورة مثل ما اجتمع في سورة الإسراء 11 مرة. أول حاجة القرآن أهدى من التوراة،
اما يجي ابن المرأة ويقول لا انا ده كلام على ولد، او ممكن ما يخش الجنة. منين يروح امك لعنة الله عليك وعلى البطن اللي نفضتك ان رضيت بك وسكنت عليك. هذا يبقى اذا كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو ان موسى حيا بين اظهركم ما حل له الا ان يتبعني. يبقى ده كلام تحذيري لنا. غيركم حذرناهم فوقعوا فيما حذروا منه، وأنا أرشدكم وأحذركم. في سورة جاء فيها لفظ القرآن 11 مرة لم يحظى بهذه المزية سورة غير سورة إيه؟ الإسراء. يبقى كم مرة ورد القرآن في سورة الإسراء؟ 11 مرة. طب في غيرها لا، هي السورة اللي حوت أعلى قدر من ذكر القرآن. ليه؟ لأن الموقف موقف إعداد لأمة وارثة لرسالات ولأمم. فكان أول حديث نعم للقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كان كفاية كده؟ لا، ويبشر. يبقى إذن تحملوا فإن البشارة عاقبة الصبر. ويبشر المؤمنين الذين مؤمنين بماذا؟ بالقرآن وبغيره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طبعا أجرا حسنا جاية فين؟ هتيجي في الكهف. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة داخل فيبشر، لأن لما يبشرك بعذاب عدوك، إما يخبرك بعذاب عدوك، ده بشرى ولا مش بشرى؟ يبقى القرآن يبشر بأمرين، أو يبشر وينذر غيره. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإياكم أن تتعجلوا مثل ما تعجل غيركم.